يلا بينا نعمل كباب الكفتة النهاردة في الأسياخ بطريقة سهلة وبسيطة. ده بصل وحلقات من الفلفل الألوان، وده حوالي كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. حطيت عليه بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل وكمون، وكمان شوية من البابريكا، وبضيف عليها معلقة من البيكنج باودر، وبضيف كمان معلقة من البقسماط. أنا هنا ما ضفتش لا توم ولا بصل طازج، ضفت كله بودر. وبعد كده ببدأ أقلب كل كمية في اللحمة وبقلبها كويس قوي وبعجنها، وبعد كده بعملها دوائر بالمنظر ده. وبعد كده هعمل كل كمية وهبدأ ان انا احطها في الطاسة عندي. الطاسة بحط فيها معلقة من زيت الزيتون صغيرة جدا رشة، وببدأ ان انا اقلب الكفتة فيها بس عشان تتماسك وبدون ما تاخد السوى الكامل. بعد كده ببدأ انقلها في الطبق عندي، وبحضر بقى الاسياخ اللي بكون نقعاها كويس جدا الخشبيه عشان خاطر ما تتحرقش، وبحط واحده من البصل وكفته وبعدين فلفل الوان في باقي الكميه. واحده من البصل وبعدين كفته وبعدين فلفل اصفر وبعدين فلفل احمر، وممكن اضيف كمان فلفل اللي هو الحار. وبعد كده ببدأ احطها في الطاسه عندي بعد ما بخلص كل الكميه. انا ليه هنا ما سويتش الخضار الاول؟ لان طبعا الخضار لما بيتسوى بيفقد كل العناصر الغذائية بتاعته. انا عايزاه يبقى مقرمش مع الكفتة ويبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت ما ينزلش العصارة اللي موجودة فيه. بحطها في طاسة فيها معلقة من زيت الزيتون، وزي ما انتم شايفين ببدأ ان انا اضيف لها بقى شوية حاجات تزود القيمة الغذائية زي الكوسة. بضيف لها كوسة حلقات، بضيف شوية من البقدونس، ممكن اضيف شوية من الجزر، وببدأ ان انا اضيف عليها شوية رشة من فلفل اسود ورشة من الزعتر. عارفين ان الزعتر له قيمة غذائية حلوة جدا، بيساعد على الهضم، وفي نفس الوقت بيدي مذاق حلو جدا للحمة وللخضار اللي انا حطيته معاه. بقعد اقلب طبعا في الكفته طبعا هي مستويه نص سوا او تلات ارباع سوا. بتكمل سواها بقى في الطاسه مع الكوسه الحلقات ومع الجزر، وبتبقى طبعا وجبه كامله فيها كل العناصر الغذائيه. وزي ما انتم شايفين طلعت في منتهى الجمال. ممكن اعمل كمان بتنجان ابدا اشويه برضو معاها، بيدي طعم حلو، بيبقى برضو في حديد للناس اللي عندهم نقص حديد. ودي طبعا بتتقدم مع مكرونه سباكيتي، او ممكن نقدمها مع الرز الابيض او الرز اللي هو البسمتي مع شوية من الكركم. ده بيبقى ليه طعم حلو جدا ومميز مع طبق من السلطة. وكده اكون قدمت لكم وجبة في منتهى الجمال، شهية وبسيطة وسهلة، نقدر نعملها في رمضان بمنتهى السهولة على الفطار. مش هتاخد مني وقت خالص، وفي نفس الوقت بتدي كمية كبيرة وشكلها شهي وشكلها حلو جدا على سفرتنا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.